هذه واحد البنت سميتها كورفينا، عاشت 21 عام من حياتها مع ماماها في واحد الكوخ صغير اللي كاين وسط واحد الغابه معزولين بوحدهم على سكان القريه. ماماها نادرا فاش كدوي لحدها علمتها ملي كانت باقا صغيره الكارطه، وكانت كتجيب ليها الكتوبه باش تقرا غير في الدار. واحد النهار كورفينا جاتها واحد لانفيتاسيون لواحد المدرسه سميتها فيرنامور. جاتها غريبه حيت هي ما رسلت والو، وزيد عليها المدرسه ملي قلبت عليها وسولت الناس حتى واحد ما سامع عليها ولا عارف عليها شي حاجه. لقاتها فقط ملي تبعات واحد الخريطه اللي رسلوها ليها مع لانفيتاسيون. المهم جمعت حوايجها وباتت ما صبحت. مع ان كورفينا كانت غير من الدار للمدينه، كان الطراجي غريب عليها شويه حيت كانوا غاديين وكيبعدوا من القريه. بقاو غاديين في واحد الجبل والفراجات والغابه دايره بيهم، حتى الجو كان كئيب غير الضبابه بزز باش كانت كتبان لهم الطريق قدامهم. من بعد مده ديال السوقان وصلوا للمدرسه. اذا بكورفينا تتفاجئ باللي المدرسه عباره عن قصر، والقصر كبير وكيخلع. فمنين حطاتها الطاكسي لقات المسؤوله الاداريه تتسناها عند الباب. فين جات تدوي معاها فين نقزت واحد البنت من وراها اللي سميتها جيد، وبداو كيضحكوا. في ديك الوقيته دغيا تكليكاو دخلوا لداخل ولاو ساكنين بجوج مع بعضياتهم. وجيد عرفتها على صحابها شويه بشويه ولاو كليكا. في العشيه ملي كانوا مجموعين نقز واحد الدري من الجروب وبغى يشد في جيد. مشى قال لكورفينا باش ترد البال من صاحبتها حيت تكون تعرف اش مخبيه غتهرب. جيد في ديك اللحظه كانت غتاكلو واستقات مع عوض الكورفينا القصه ديالها. جيد كانت اصلا كتقرا في هذا القصر العام اللي فات، وكانت ساكنه مع واحد البنت بحالها هي دابا كورفينا. وديك البنت كانت تتفلى مع واحد الاستاذ، ومباشره من بعد فتره قصيره انتحرت من فوق السور ديال القصر. تما فين هربات جيد وعاد رجعت هذا العام. جيد نبهات كورفينا من هذاك الاستاذ بالضبط اللي كانت سميتو فاد. ديك الليله كل شيء ناعس وثقيل. كورفينا ضربتها الفيقه ملي حسات بحال شي حاجه حاضيها. واحد الصوت خفيف ديال البيانو بدا يلعب من برا. قالت ما غنديهاش فيه وغنعس. عيات ما تقلب والو، تمايا ناضت وتبعت هذاك الصوت. بقات طالعه في الدروج طالعه حتى وصلت لواحد البيت بوحدو معزول الفوق والضو ديالو شاعل. بقات غير كتطل من الشق ديال الباب وهي فين شافت واحد الدري مغمض عينيه ومحني على البيانو وتيلعب. كان في واحد العالم اخر، ما فهماتش علاش انها بوحدها اللي قدرت تسمع هذا الصوت. صافي بقات حاله فمها فيه وفي موسيقى ديالو حتى سالا. عاد ضربتها الفيقه وبشويه بشويه بدات كترجع للور لحد ما كانش معها وهي دير واحد الصوت. فات سمعها وقال اللي مخبي ورا داك الباب يمشي دابا، ممنوع تطلع هنايا. هي غير سمعت صوته رجعت لبيتها تتجري. الغد ليه في اخر حصه كانت عندهم ديك النهار واللي هي لونغلي، وهما داخلين القاعه جيد بدات كتعاود الكورفينا على الحفله اللي كانت غتكون هذاك العام. كانت مخلوعه لواحد الدرجه اللي خلات كورفينا ستريسا. الحفل كان كيدار من 5 سنين ل5 سنين، وكانوا حبسوه واحد الوقيته بكثره الحوايج الغير مفهومه. ملي سولات كورفينا على دوك الحوايج قالت ليها كل عام كان كيغبر شي واحد. كانوا حبسوا الحفل مده 10 سنين، ولكن الاختفاء بقى كيطرا واخا هكاك، والبوليس ما كان عندهم ما يديروا حيت ما كانت لا جوته لا والو. كانت جيد مازال كتعاود الكورفينا على داك الحفل. ملي كل شيء سقل في القاعه دخل الاستاذ، وفاش جات عينيه في عينين كورفينا صدمات لانه كان نفس الشخص اللي شافته البارح بالليل. المهم دازت هذيك الحصه ثقيله والتنشن طالعه، وبدات ملي الاستاذ قال لهم باش يعرفوا راسهم. عينيه كل مره تينقزوا الكورفينا وهي عرفات داخليا باللي طلب يعرفوا براسهم غير باش يعرف سميتها. دوزات هذيك الحصه كامله وهي كتحاول تفادى عينيه حتى خرجوا. ديك الليله تاني بزز باش نعسات بكثره هذوك الاصوات، ولكن هاد المره كانت كتسمعهم من خارج القصر. قالت ارا نخرج نتمشى شويه، ممكن الا ضربني البرد نقدر نعيا ونعس نعسه وحده. خرجات وتبعت واحد الغراب اللي كانت دايها لوسط الغابه، وهي غاديه تفكرت الهضره اللي قالت لها جيد على الغابه. ما كانش ممنوع تدخلي ليها، ولكن حيت كانت كبيره وكتخلع حتى واحد ما كان كيزعم يدخل ليها، حيت كاع الاساطير كانوا كيقولوا باللي كاع هادوك اللي غبروا من نهار بداو الاختفاءات باقيين تما وكيتسناو الضحيه اللي جايه. كورفينا بقات تابعه داك الغراب وسط الغابه حتى وصلها لواحد الليك. حتى واحد ما كان تما غير هي وداك الغراب وداك المنظر. هو يخلعها واحد الصوت من وراها، واذا به فاد قال لها انها ما خاصهاش تكون بوحدها في هاد الغابه، وهي الدور عنده وسولاته واش دوك الاشاعات بصح. هو بقى كيشوف فيها مخنزر حتى قال لها ما تبقايش تجي لهاد الغابه، راه ما كاين اللي غيعتقك هنايا. وهو يهز راسو ومشى. ما جات تجاوبو
حتى خلعها واحد الصوت من وراها. دارت باش تشوف شكون، ولكن ما كان حتى شي واحد غير هي. وهاد المره كان الصوت ديال البنت، وكانت كتقول بشويه عاونيني عاونيني. كورفينا ما فهمت والو، شكون هي هاد البنت ومنين جات وكيفاش غنعاونها؟ الغراب ملي طار فيقها من الغيبه وهي ترجع تجري للقصر، وحاولت تنعس كالعاده. ملي كانت كتغدى مع صحابها الجداد، واحد الدري سميتو جاك قال باللي شاف فاد خارج من الغابه هاد الصباح. كورفينا وحلات ليها ملي سمعت سميتو. كل واحد كيبدا يحللها، شي كان كيقول باللي مشى يسحر تما، ولا عنده شي علاقه مع شي استاذه ومشاو تلاقاو تما. ملي جاك كمل وقال باللي موراه مباشره شاف كورفينا خرجت من وراه، كلشي تصدم وشافوا في كورفينا تيتسناوها اش غتقول. هي نكرات كلشي باللي كانت غير صدفه كانوا بجوج في الغابه. في عشيه هذاك النهار مشاو يقراو تاني، وكانت الحصه ديال العلوم. المهم هذيك الحصه دازت طويله، وملي خرجوا جيد قالت لكورفينا الا بغات تمشي معها للجردة عند الدراري، لكن كورفينا قالت لها لا، كان خاصها تكمل شي تمارين في المكتبه. مشات وبدات خدامه على التمارين ديالها وهي تنوض تقلب على واحد الكتاب. ديك الوقيته المكتبه كانت خاويه، فين جرات واحد المجلد. واحد الدري صغير طلع عليها من الجهه الاخرى، هي بالخلعه طيحات المجلد في الارض وقال لها بشويه راهم هنا، وهو مخلوع وكيترعد. هي ما فهمت والو، شكون هاد الدري؟ اش كيدير هنايا؟ سولاتو شكون هما. الدري لونو غادي وكيبهات، عينيه تيشوفوا في كاع الجهات ديال المكتبه بحال اللي كيتسنى شي واحد يخرج ليه ويدير فيه شي مصيبه، وهو يقول لها الدباحين. كورفينا حسات بالسخفه، فين حل فمو باش يقول لها شي حاجه، فين سمعنا الصوت ديال شي واحد جاي. الدري طار طيره وحده ما عرفاتو فين زاد. ملي كورفينا نزلت باش تهز الكتاب ديالها وهي تشوف واحد الصباط اللي شافته شحال من مره. فاد بقاو شوف فيا نشوفك، حتى ما قدرتش تستحمل وهي تقول ليه خاصنا نحبسوا هذا الشيء. ولكن حتى واحد ما تحرك من بلاصتو، حتى سمعوا شي حاجه طاحت من بعيد وهما يتفارقوا. فاد هو يقول لها اول واخر مره غيطرى هذا الشيء، وهو يمشي وخلاها. كورفينا قررت في ديك اللحظه انها ما غتغامر مع حتى شي واحد ما كتعرفوش، بالاخص الا كان مشكوك فيه انه قتل واحد البنت وزيد عليها الاختفاءات ومن الفوق استاذ. المهم دازت الايام وكورفينا بقات كتمشي للغابه، حتى تلفات واحد النهار واكتشفت واحد البلاصه فيها شي 15 القبر وواحد البيانو قديم مع واحد الخرده. العجيب في الامر انه ولات ديك البلاصه كتلقى فيها راحتها بزاف، ولفات ديما تمشي ليها في الصباحات ملي كلشي كيكون ناس. حتى لواحد النهار من بعد ما كورفينا سالات الحصه ديالها مع الاستاذ ديفيريل اللي دازت كامله وهي كتحاول تركز في الدرس وماشي فيه، حيت ما بقاوش تلاقاو من داك النهار بوحدهم في المكتبه. المهم خرجت وهي تلاقى مع جيد والجروب ديالها. واحد الدري سميتو تروي سولها الا بغات تمشي معاهم للغابه ديك الساعه. كورفينا جاتها عجب، حيت عارفه انه حتى واحد ما كيمشي تما، حتى واحد ما كيزعم. شافت في جيد اللي غوتات عليه، واش انت مسطي ولا اش؟ راك عارف زعما ديك البلاصه خطر. تروي نعات الكورفينا بصبعه هو يقول ايوا على هاد الحساب صاحبتك هي المسطيه اللي ديما كتمشي تما. كورفينا ما بغاتش تمشي، ولكن ما بغات حتى واحد يعرف ديك البلاصه اللي استكشفات. المهم وافقات وقرروا انهم يتلاقاو من هنا 10 دقائق حدا الباب ديال المدرسه. تروي قال كورفينا باش تنعت ليهم من اين جهه غيمشيو. هي دغيا اتخذت القرار ديالها وقالت لهم اليمن، حيت القدام عرفت انه كاينه البحيره فين سمعت هذاك الصوت، وفي اليسار كاينه بلاصه المفضله. وهما غاديين جيد قالت لهم بلي ما عجبهاش الحال، بلي ما خاصهمش اصلا يكونوا هنايا. وتروي بغى يبرد الجو، قال ليها بلي غيزيدوا غير شويه وغيرجعوا، ما غيتعطلوش، ما غيبقاوش تما حتى يظلم الحال. واصلا جا هو باش يحيد الفوبيا ديالو من الغابات. وهي تسولو علاش، ويشوف فيها واحد الشوفه من داكشي اللي كانوا كيعاودوا لينا وحنا صغار. علاش ما كنتيش كتسمعي على الدباحين اللي كانوا كيختطفوا وكيقتلوا التلاميذ اللي كانوا هنا؟ جيد كانت غتعكر ملي سمعت هداكشي. كورفينا توقدات ملي سمعت هذيك السميه اللي قال لي هذاك الدري الصغير في المكتبه. وهي تسول تروي باش عرف داكشي، قال ليها بلي اصلا كان كيخدم في المدينه لتحت وكان كيسمع الهضره اللي كتقال بين الناس، وهو مازال كيدوي. واحد من الدراري اللي معاهم غوت وهو ينعت لواحد الجهه. اش داكشي؟ دغيا كورفينا تبعت صبعو، شافت واحد الخيال تيتحرك من داخل واحد الكوخ مخبي ورا الشجور. قبل ما تفهم اش واقع تروي قال لهم يجريو، وكلشي شدها جريه وحده حتى خرجوا من الغابه. كان بدا كيظلم الحال وهما وقفوا باش يستراحوا ملي عرفوا راسهم صافي بعدوا من ديك البلاصه. وكورفينا ملي كانت كتجري سمعت هذاك الصوت اللي ديما كتسمعوه وهي صغيره. قال لها باش ترجع تما، ولكن بطبيعه الحال ما داتهاش فيه وكملت الجرة. قررت انها ترجع بوحدها من بعد. ملي خرجوا من الغابه بداو كيسولوا بعضياتهم اش شافوا، كل واحد اش بدا كيقول. واحد كيقول لهم حيوان، تروي جاوبهم ما نظنش. واش شفتوا بعد داك الباب راه كان مسدود من برا، يعني شي واحد ساد على شي حاجه ولا شي واحد وما بغاش يخرج من تما. هذاك الدري استغرب وما اقتنعش.
سولهم الا بغاو يعاودوا يمشيو يتاكدوا، وتما فين جاوبتهم كورفينا وقالت لهم يدخلوا سوق راسهم. الدراري بقاو كيدويو وقالوا انه ممكن يكون الاستاذ دريفيل بما انه ديما داخل خارج من الغابه، ولكن كورفينا دغيا حيدت لهم ديك الفكره من راسهم. في الليل كورفينا جاتها واحد الحلمه خايبه وقررت تخرج باش يضربها البرد. هزت واحد الشمعه ونزلت للغابه تاني البلاصه المفضله حدا المقبره، وهو يبان ليها شي واحد جالس حدا داك البيانو الخاسر. كانت غتغوت، ولكن ملي حس بها داك الراجل دار. اش كديري هنايا؟ فاد غوت عليها. ما جانيش الناس، واصلا نسولك نفس السؤال. وهو بدا كيكمل خدمته في البيانو. جاوبها تنحاول نصايب هادشي. كورفينا بشويه بشويه بدات كتقرب عنده وسولها اش داكشي اللي في يديها. قالت ليه الكارطه. سولها واش كتثق في دوك الخزعبيلات، وهي تجاوبو انه بزاف الناس تيتصحابهم باللي هادشي سحر، ولكن في الحقيقه الكارطه غير كتوريك واش غادي في الطريق الصحيح ولا لا. المهم داز واحد المده وهو خدام في السقيل وهي تتفرج فيه. ملي قالت وبلا ما تحس باللي وجهه في شكل مثير للاهتمام. ملي دار شاف فيها وهي تصحح راسها دغيا وقالت ليه باللي عناتها كمجامله. المهم داز الوقت وكورفينا وفات قربوا من بعضياتهم وتصاحبوا بالتخبيه، ولا روتين عندهم انهم يتلاقاو اما في بيته ولا في القسم من بعد ما كتسالى الحصه ولا في الغابه. من تما بدات كتعاود ليه على اش كتشوف بعض المرات والاصوات اللي كتسمع، باللي كتحس براسها من نهار جات لهاد المدرسه وهي غير كتقرب للحماق. تسناتو انه يخليها ولا بصح يقول لها باللي غادا تحماق، ولكن تفاجات ملي ساندها وقال لها باللي ممكن هذه تكون نعمه وماشي نقمه. نهار الحفل قرب وبداو الناس كيوجدوا اش غيلبسوا واش خاصهم يديروا باش يبقاو مع بعضياتهم باش ما يتختفاوش. حتى لواحد الليله ملي كورفينا ضربتها الفيقه في نصاصات الليل كالعاده وما لقاتش جيد في فراشها، قالت تقدر تكون مع صاحبها ولا شي حاجه، ولكن كورفينا كان قلبها مقبوط وكانت حاسه بلي شي حاجه خايبه غتوقع. هزات الشمعه ديالها وخرجت من بيتها، وتما فين بان ليها واحد الخيال في الطرف ديال عينيها. قالت وقيلا غير الليل هذا وبدا كيتخيل لي هذاك الشيء، ولكن ملي سمعت الصوت اللي في راسها وقال ليها باش تتبعو تما قررت باللي غدير داك الشيء اللي قال ليها. بقات غاده تابعه حتى خرجت من المدرسه وداها لواحد البرج عالي، وتما فين شافت التلاميذ غير ببيجاماتهم تيبكيو وتيغوتوا. هي بدات كتجري عندهم وكترعد وتتشكر الصوت الداخلي اللي قال ليها تمشي وتتبع الخيال. فين هي وصلت عندهم لقات كلشي كيشوف الفوق وهي تتبع فين كيشوفوا، واذا بتروي صاحب جيد الفوق وعلى الحافه ديال البرج. كورفينا اوتوماتيكمون بدات كتبكي وكتغوت باش يعيطوا للبوليس. الاساتذه بداو كيتجمعوا تيحاولوا يطلعوا عنده، ولكن تروي شاف كورفينا ضحك ليها وهو يتلاح. تما هي في البلاصه غيبات، وغير بعض الاساتذه والتلاميذ اللي كانوا باقين وكيبكيو، ومنهم جيد. الجوته كانت مغطيه بواحد الحاف بيض وفيها واحد البقعه ديال الدم اللي كانت غاده وكتكبر. ملي ضربتها الفيقه كورفينا ما قدرتش تقرب ليه ومشات ديريكت عند جيد وعند قتها اللي لقاتها بكثره الصدمه غير كتشوف في الجوته من بعيد. المهم دازت الايام والقرايه كملات عادي بحال حتى حاجه ما وقعت، ولكن كورفينا وصحابها مازال ما نساو داكشي اللي وقع لصاحبهم. واحد النهار كورفينا مشات باش تصيفط واحد الرساله لماماها من الاداره، وهي تصادف مع واحد المحقق اللي سمعاتو تيقول السكرتيره باللي جا على قبل الجوته ديال تروي. ملي سولاتو شكون هو يجاوبها جاك هانتر. تما كورفينا تفاجات باللي اولا محقق جا للمدرسه، وثانيا صدق هو خو تروي. صافي بقات كتصنت حداهم اش كيقولوا، وملي سالاو الهضره وهي تقول ليه البركه في راسك. هو تفاجئ وقال لها واش كنتي كتعرفيه؟ قالت ليه باللي كان كيقرا معايا. ملي دارتو كانت غاده عيط عليها المحقق وقال لها شوفي راه طيحتي واحد الورقه. ملي حلاتها لقات مكتوب فيها حدا البحيره مع 10 ديال الليل على قبل تروي بوحدك. المهم وصلت 10 ديال الليل ومشات للغابه، لقاتو كيتسناه بدا كيسولها على خوه وهي كتعاود ليه ما عرفش واش في خبارك، ولكن ماشي اول مره غيوقع بحال هادشي. العام اللي فات كيعاودوا ليا بلي واحد البنت انتحرت بنفس الطريقه من نفس البرج. هادشي جاني غريب شويه. هو بقى ساكت ومن بعد هو يجاوبها غريب شويه قولي بزاف، ولكن حتى حاجه ما خاصها تجينا غريبه. ما حدنا في فيرين مور. وهي تسولو واش كتظن ان هادشي عنده علاقه بالدباحين؟ كنظن انه كلشي ممكن، اصلا هاد البلاصه كامله كتجيني مسكونه، ما تنفهمش اي واحد باغي يبقى هنايا عن طيب خاطر. وهي تقول ليه باللي كتعرف واحد الاستاذ كان وباقي من شحال هادي، وغير قالت ليه فاد بحال ضربتي السيد بالتصرفيقه. بدا كيقنقن غير بوحدو. كنت كنعرف فاد ملي كنا عايشين في الميتم، وكنت كنعرف واحد السيده كبيره من هادوك اللي كانوا مقابليننا عمات مع الوقت، ومن ديك الوقيته اي حاجه كانت كتقولها وكتنبأ بها كتوقع. واحد النهار وهي تقول فاد باش يقلب على مولات العينين الموف. حنا ديك الساعه بدينا غير كنضحكوا عليه حيت عمرنا شفنا شي وحده عينيها بداك اللون. والصراحه حتى لهاد الصباح ملي تلاقيتها قعدت فكرت هادشي، وبقينا عايشين تما حتى جا جد فاد واحد النهار وهو يديه من الميتم
ومن تما مشيتو حتى تلاقينا وقرينا مع بعضياتنا في هذه المدرسه، لكن ما بقيناش قراب بحال شحال هادي. كورفينا جا هادشي عجب، كيفاش جدو؟ واش كتعني جدو من لحمو ودمو؟ هانتر قرب ليها. نهار فاد كان غيولي راشد قانونيا، جدو صدفه مات، والسبب انه طاح في الدروج وهرس عنقو، مع العلم ان الدروج اللي كان طايح حداهم غير شي 2 درجات. كورفينا في ديك اللحظه برد ليها الماء في الركابي، تلفات واش بصح يكون الموت ديال جدو ماشي حادثه وانما قتل متعمد؟ فاد خرج من ورا واحد الشجره وفاجئهم. فاد يلا كنا كندويو عليك، تنشوف انك اخيرا لقيتي البنت اللي كنتي كتقلب عليها. لا، كورفينا بقات غير كتشوف فاد اللي كان كيخنزر في هانتر. والمهم لقيتيني اصلا غادي من هنايا، غنهز خويا وغنخرجوا من هاد القصر ديالك. كورفينا شافت فيه واحد الشوفه، كيفاش القصر ديالو؟ علاش ما فخباركش؟ كاع هادشي اللي كتشوفي فيه، القصر، مدرسه، الجبل، البحيره، كلشي راه بسميت فاد، راه فيرانمور كامله ديالو. كورفينا بقات غير مصدومه، ما عرفات اش دير ولا اش تقول ولا اش تفكر. فاد تعصب ملي بقاو بوحدهم. فين فاد قرب من كورفينا فين كانت غتصرفقو، وهو يرجع واحد شويه اللور قبل ما يقول ليها تسناه ورا الحصه ديالهم غدا وغيعاود ليها كلشي. المهم هذاك الشيء اللي طرا، ومن تما عاود ليها قصته من الاول. ملي تزاديت الوليد ديالي الحقيقي خلص الوالده ديالي باش تهنى مني، ومشات هي رماتني في واحد القنت حتى لقاوني شي ناس وداوني الخيريه. من ديك الوقيته وانا في الميتم حتى ولات عندي 13 عام. عاد فاش جا واحد الراجل وتبناني وقال لي باللي هو جدي الحقيقي. كنت انا الوريث الوحيد اللي بقيت لجدي، وهو كان غادي وكيكبر، والمسؤوليه ديال المدرسه خاصه الجهد اللي ما بقاش عنده. ملي ولات عندي 18 عام جدي عاود لي على الدباحين. جدي كان كيقراهنا ملي بداو الاختفاءات، وكانت سدات المدرسه لسنين. كانت صاحبته ديك الوقيته معروفه باللي هي سحاره، حتى واحد ما كان كيسيقها الا جدي. واحد النهار جدي وصحابه داو واحد الخدامه من الخدامات ديال القصر للغابه، حيت قنعاتو صاحبته انها غتخليها دير اي حاجه بغات. لكن وقع اللي وقع والبنت ماتت. صدقوا دغيا دفنوها تما ومشاو يسكروا بحال حتى شي حاجه ما وقعت. كورفينا في ديك اللحظه شدتها التبوريشه، كلشي ولا منطقي. اذا كانوا هما الدباحين. 90 عام دابا. كان ملي كيكتمل القمر كل شهر تيطلعوا واحد من الفيلاج وتلعبوا به كيف بغاو ويقتلوه. وجدي كانت كتجي واحد النشوه من هادشي. واحد النهار بدات الهضره كدور باللي واحد الجماعه ديال التلامذ هما اللي كيديروا دوك الفعيل، ومن بعد تجمعات واحد المجموعه وغفلوهم وشدوهم وشنقوهم. وقبل ما يشنقوا صاحبته لعنات هذيك الجماعه كاملين باش عمرهم ما يفرحوا حتى ترجع ليهم كاملين وتجيبهم للقبر معاها. نهار الحفل داز كلشي مزيان وكلشي تفاجئ، ولكن عجبهم الحال. ظنوا ان اللعنه ديال الاختفاءات مشات، ولكن من بعد الاحداث بقاو غاديين وكيكثروا. وكورفينا تتحاول تتبع شي خيط حتى لواحد الليله كانت غاده عند فاد وهي تشوف واحد الغراب. تفاجات ودخلها الشك حيت هي عارفه انهم ما كيخرجوش في الليل حيت ما كيشوفوش مزيان في الظلمه. وهي تابعه داك الغراب بعينيها وهي تحس بواحد الغبره طارت عليها وغيبات في البلاصه. دازت واحد المده وملي فاقت ما غتشوف غير صاحبتها الجيد. في الاول ما فهمت والو، تتشوف في اليمين اليسار تتلقى راسها فوق شي سطح. لكن ملي جايد حلات فمها وسولتها واش عارفه علاش جابتها هنايا، عرفت ان هذه ماشي جيد. المهم من بعد ما كورفينا بدات كتسول والاخرى كتجاوب، عرفت انها هي بصح ماشي جيد الحقيقيه، باللي قتلاتها وانتحلت شخصيتها باش تجي لهاد المدرسه وتنتقم. صدقات جداتها من دوك الجماعه ديال الدباحين ولكن هربات ليهم. وزادت عرفت باللي جيد ماشي هي المسؤوله على شحال من حاجه غريبه وقعت تمايا. كورفينا استغربات وما عرفاتش واش تيقها ولا لا، ولكن اللي عرفت انه ماشي هذا هو الوقت ديال التفكير، حيت ملي هاد جيد خدراتها وجابتها فوق السطح اذا باغا تقتلها. كورفينا حاولت تشري الوقت وزادت سولتها بزاف ديال الاسئله، وعرفت انه السبب الوحيد اللي باغا تقتلها هو انه خدات منها فاض ملي جات المدرسه. لكن ملي صافي ما لقات باش تقنعها مازال استسلمت للامر الواقع. وفين جات دفعها فين الصوت ديال فاض وقفها من اللور. حتى وحده فيهم ما كانت كتنتظروا. ولكن ملي فاد بدا كيشري الوقت كورفينا كتصحابه ان فاد جا على قبلها باش يعتقها، وهو كيقرب منهم بدا كيقول لجيد باللي كيبغاها هي وكان غير كيتفلى على هاد المسطيه ديال كورفينا خدات هضرته بجديه بزاف وبدات كتبكي. زادت تحطمات واستسلمات ديال بصح، ولكن في الاخير صدق هو اللي اعتقها ودفع جيد.